الو. ايه يا حبيبتي عامله ايه؟ مش سامعك. طب خشي الاوضه، خشي الاوضه. ماشي. تربسي بقى. ماشي، عامله ايه؟ هقولك على حاجه. ايه؟ بقولك عامله ايه. مع انا بكلمك من موبايل صغير، بس والله انت اللي محلياه. ايه؟ هو انا. طب بقولك ايه، ثانيه اروح بس اجيب هاند فري واجي. هجيب هاند فري عشان اسمعك بودنين مش بودن واحده. استني بس، خليكي معايا دقيقه، هروح بس اجيبه ثانيه. امم طب بصي بقى، ركبت هاند فري. في زن، ما هو في زن بقى عشان اسمعك بودنين بس، يعني معلش. يعني انا مستحمل مركب هاند فري عشانك، وودني عامله وجعاني وكده، عشان اسمع صوتك بودنين ليه في زن. دخل. طب لا لا، سلام سلام. هرن على مين؟ سارة ولا رانيا ولا عبير ولا هرن على نورة. ايوه. نورة 010 2 4 8. مشغول. بتكلم مين دي؟ عبير بقى. عبير دلوقتي الساعة 3 ونص. مم. ايوه، يكون ابوها نام كده. اوكي. امم اي. الو. ازيك؟ عامله ايه؟ الاخبار؟ انا بخير طالما انتي كويسه وكده. انت عامله ايه؟ إيه الاخبار؟ هو باين عندك زن برضه. كنت لسه بكلم اخويا دلوقتي وبيقول لي كده باين زن. لا مش قصة كده، مش عشان موبايل صغير، بس عايز اسمعك يعني عايز اسمعك بودنين مش واحدة. اوكي. اسمع بقى يا بايا، انت وهو اللي بيتكلم بنات واللي مبتلي بفتنة النساء، اقول لك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اكتر فتنة سبها فينا، وهي اكتر فتنة هتخلد معانا، وهي فتنة النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كده في حديث فيما معنى ان اكتر فتنة اخطر على المسلمين فتنة النساء. النبي صلى الله عليه وسلم كمان قال لك: الواحد لو بص لواحدة عجبته خلاص بقى، عايز يروح بقى يتقدم لها، ما يقعدش يبصبص فيها و... ومساء العنبر ممكن النمبر، مساء النور ممكن انا وانت ندور. لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم ودينك ما قالكش كده. انت كراجل مسلم حرام عليك تتقي الله، فهذه الغريزة تؤدي إلى الزنا. اه فأنت لا تستهون بالأمر في الأول وتقول أختي وبنت عمتي وبنت خالتي وصاحبتي، وتقول بقى أختي وصاحبتي ومش عارف إيه. لا لا. الله سبحانه وتعالى لا يأمرك بهذا. الله سبحانه وتعالى لا ما قالش لك ما تزنيش، ولكن قال: ولا تقربوا الزنا. فمن ابتلي بهذه الفتنة فليسمع معي يا إخواني الكرام، ولا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومتابعة لو من على اي صفحة تانية. نتكلم بقى في الموضوع، احنا كده قلنا في المقدمة. بص يا معلم، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فتنة النساء هي اعظم فتنة على الاطلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك ان ما ينفعش واحد وست يختلوا. ما اختلى رجل وامرأة اللي كان معاهم الشيطان إلا وكان الشيطان ثالثهما. الصحابة قالوا له: ولو مش عارف ايه. فقال: ولو امرأة، ولو مريم ابنة عمران. مريم بقى، السيدة مريم اللي هي الله سبحانه وتعالى قال عنها في كتاب يتلى آناء الليل وأطراف النهار إلى يوم القيامة إنها أطهر نساء العالمين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره، قال لك لا تقعد معه. طب يا عم أنا مش بقعد معاه يا عم، وأنا بكلمها في الموبايل بس. والله العظيم والموبايل أخطر ما يكون عليك من الجلوس معه. انت لو قاعد معاه في الأوضة خلاص على كده، يعني ممكن تبقى حذر كمان شوية، يعني لو مفيش بينكم علاقة رسمية، يعني واحد وزميلته مثلا فالظروف جمعتهم قعدوا في أوضة ولا خرجوا مع بعض، برضه يعني ما ينفعش يتجاوز كده لما يرى منها رد فعل.
فاما في الموبايل كده ممكن من طريقة الصوت كده، طريقة الكلام كده توضح، زي اللي يقول لك مركب سماعتين عشان اسمعك حلو، الكلام ده كله. فدي تأثر عن الواقع. الآن دلوقتي بقى كاميرا فيديو بقى، وافتح الكاميرا ومش عارف ايه. فسنة الحياة او الفطرة انك كما تدين تدان، حاجة خلاص الله سبحانه وتعالى يعني ما يموتكش الا ما يعني تعمل فيك زي ما عمل. كنت بقى تكلم نساء، كنت لا، الله سبحانه وتعالى. فمن بيتكلم مع البنات وهو شاب فهيكبر هيتجوز ومراته تبقى معاه، ما تقضهوش، برضه يكلم بنات والعياذ بالله. شوف مع انه متجوز، ولكن الله سبحانه وتعالى ترك فينا ستر، ترك فينا يعني فطرة. فالله سبحانه وتعالى قال في الحديث ان هو خلقنا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ان هو خلقنا حنفاء على الفطرة، احنا حنفاء. فالشياطين جم عملوا ايه؟ فاجتنبوها، غيروا الفطرة خالص. يعني غيروا الفطرة خالص من التوحيد اللي كانوا بيعبدوا الأصنام، وكانوا بيعبدوا البقر، وكانوا بيعبدوا الأوثان والحاجات دي كلها. فمن يتحدث مع النساء فهو عليه الاسم ده، عليه الذنب. الله سبحانه وتعالى يعاقبه أشد عقاب. ليه؟ لأن أخطر فتنة الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات. لا قال من الفلوس ولا من البنين، لا، قال من النساء. من النساء. لما؟ لأنها أخطر يا إخوان على الإطلاق. أتاني أنا هقول لك إزاي تعالج دلوقتي يعني، بس بتكلم معاك في الحرم. فأنت تبقى ماشي في الشارع كده، لاقي والعياذ بالله نساء كتير جدا، مناظرهم ما تتخطاش ما يحدث في أوروبا والدول الكافرة والعياذ بالله، تشبه بهم. تلاقي البنت لابسة ضيق، وتلاقي حاطة مكياج في وشها، وتلاقيها حاطة زفت وطين، تلاقي الواحد يقول لك والله العظيم انا بضعف. يعني يا اختي برضه هقول لك ان كل انسان بيراكي وشهوته تصير فيكي، يعمل بقى يفتح موقع ويعمل حاجه مش كويسه او يقع في الزنا والعياذ بالله، مجرد انه راكي فانت عليك الذنب. فما اخاطبك الان ولكني اخاطب الشباب. ماشي؟ فمن ابتلي بهذا الذنب يعمل ايه؟ هكمل لك بقى. طيب ايه بقى لو انا بكلم بنت بقى وعامله ايه وحشتني والكلام ده كله، ويوقع بنات ودي ودي ودي؟ هقول لك على حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في واحد في عهده اسمه كعب بن الاشرف. كعب بن الاشرف كان بيعمل ايه بقى؟ ده كان بيهاجم المسلمين وبيشتمهم وكده. فكان ماهر في الشعر، زي اللي قلنا دلوقتي انت عامله ايه، ما عند الموبايل صغير بس فيش غير حاجة واحدة اللي محلياه صوتك انت، يقعد بقى. فالنساء الله سبحانه وتعالى خلقهم يتأثرون بهذا الكلام. الولد لا، او بسيط مش هيكون استيعابه واستكبار الكلام زي البنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ واقتلوه فإنه عمل ايه يا رسول الله؟ قال فإنه آذى الله ورسوله. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. ده العالم دلوقتي كتير جدا بيكلم شباب، ده كله دلوقتي بيكلم شباب وبنات وشباب، والدنيا بايظه خالص سلطه. فذكرك ان انت كده تصل لمرحله قول النبي صلى الله عليه وسلم فانه ايه؟ آذى الله ورسوله. شوف، تأذى الله ورسوله مجرد انك توقع بنت في غرامك، تأذى الله ورسوله مجرد انك تقنع بنت بكلامك، تأذى الله ورسوله مجرد انك تكلم بنت في الموبايل وتوقعها تلعب بمشاعرها، تؤذي الله ورسوله مجرد ان انت تضحك على بنت، تؤذي الله ورسوله مجرد ان انت تجعل البنت تحبك وانت بتضحك عليها، تؤذي الله ورسوله بما تفعل ذلك. فقال على كعب بن الاشرف، كان بيغازل النساء ويقول لهم شعر، قال فإنه ماله آذى الله ورسوله. أن هذه أكبر موعظة أقولها لك في الفيديو ده. إيه تاني؟ عايز أتوب بقى خلاص، أنا سمعت كده وعايز أتوب. لعلك تموت، فآخر عمل عملته في حياتك تكلم بنت ولا على طاعة؟ عايز أتوب بقى يا عموما خلاص بقى، أنا اتأثرت من مواعظ. بص يا معلم، صلي على النبي. هقول لك على معلومة أخيرة. في الغرب تلاقيهم متجوزين
وبيدوروا مع بعض، الشباب بتدور مع بنات، واحده جوزها كده يقول لها بقول لك ايه، انا رايح بس اتعشى مع واحده صاحبتي وكده، تقول له طب كويس يا عم، مش كنت تقولي من بدري ما كنتش عملت اكل؟ قال لها خلاص كلي انت، قالت له لا ما انا خارجه مع صديقي برضه. فهذه الفطره، انك زي ما قلت لك في اول الفيديو تاخد على كده. خلاص كنت بتكلم بنات برضه عادي، طيب تلاقي يبقى ايه بقى برضه، يعني تلاقي زوجتك بتتكلم، بنتك لما تكبر وانت تكبر يبقى عندك بتاع 40 50 سنه طب تلاقيها بتتكلم، اختك تلاقيها بتتكلم، فكما تدين تدين. طب اعمل ايه بقى يا ماما عشان اطبق بالله عليك والنبي لا تقول لي؟ اول حاجه ما عليك دلوقتي انك تعمل لايك لا بهزر معاك، انت عملت لايك ما عملتش عشان تاخد الاجر والثواب. اول ما عليك انك تخلص الفيديو ده وتقوم تتوضى تصلي ركعتين الاول توبه، ركعتين توبه، انا تبت يا رب، تبت يا رب لك سامحني. بعد ما تخلص ركعتين التوبه تستغفر الله، استغفر اكتر ما يضايق ويزهق الشيطان انك تستغفر الله سبحانه وتعالى. خلصت استغفار ركعتين تاني، ليه تاني بقى وكتر؟ لا ما تقولش ان تدعي ربنا فيهم انه يعينك على ترك هذه المعصيه، ان المعصيه دي مش بالصعب انك هقول لك اتركها، لا لازم الاول توفيق من الله ثم اخلاص منك. طيب خلصت ده كله اعمل ايه بقى؟ بنت بتكلمني في الموبايل كتير، لله ارمي الشريحه، بنت مصاحباني لله اقطع الكلام معاها، انا مصاحب واحده لله اقطعي الكلام معاها، اعمل ايه؟ ارمي الموبايل، ارمي الخط، امسح رقمها، حط رقمها على البلاك ليست، غير موبايلك لله. فهقول لك على معلومه، الجنه الله سبحانه وتعالى وعدنا بالجنه، فوعدنا بالجنه اشترى من المؤمنين والمؤمنات انفسهم واموالهم، فالجنه مش ببلاش، فسيبها لله، سيبها لله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فخلاص كده انا وصلت كده سبت الموبايل، بس برضه يا عم مؤمن والله يعني مش عارف. بص بقى، ما عليك الا طاعه كتير، قيام ليل، فجر فجر ظهر عصر مغرب عشاء في جماعه، ضحى، وانا قاعد استغفر، وانا قاعد اصلي على النبي، وانا قاعد اقرا قران، وما ضيعش وقت. انت تتكلم واحده لما تخش الاوضه ما تخليش نفسك في الاوضه، اقعد مع امك وابوك، الزق فيهم عادي يعني، انت ما هو انت هتصل لمعصيه. فاقفل اي اللي عايز اقوله لك انك تقفل اي باب يوضح لك او يؤديك للمعصيه دي، واسمع مواعظ وخطب كتير، اسمع عن الجنه ونعمها وعن النار وعذابها، تسمع عن عذاب النار تترك المعصيه على طول، تسمع عن الجنه تحب الطاعه على طول. فهتيجي في الاخر تقول ايه ده، وانا وانا ايه ده، استنى، وانا اللي كنت بكلم بنات كده من الفتره دي، هو انا اللي انا كان بينطبق عليا الزنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك العين تزني وزناها البصر، انك تبص. ايه ده انا ببقى ماشي في الشارع يمكن ابص لي يمكن ده انا يمكن ابص اكتر ما امشي. النبي صلى الله عليه وسلم قال العين تزني وزناها البصر. طب والودن تزني وزناها السمع. طب والايد وزناها البطش، والفرج ماله يأكد على ده كله. فاستعن بالله وادعو الله ان يوفقك وكون في صحبة صالحة، وبكون وصلت معاك لحد هنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم اخوكم في الله مؤمن. شير كتير، اعجاب ابعتوا لصاحبك، بس مش بصورة اللي هو لا، ابعتوا كده حالة كده وابعتوا لكذا حد كده او في جروب اصحابك فيه، بحيث ان هم يشوفوه كده